السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد في فيديو قناة سمكة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وفيديو قناة سمكاوي. يا رب انصر اخواتنا في فلسطين يا رب العالمين. يا رب انصرهم وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم يا رب العالمين. يا رب ارحم جميع أمواتنا يا رب العالمين. ويا رب وفقنا فيما وقت. بسم الله الرحمن الرحيم. وفيديو جديد بعنوان الإسماعيلي وناصر ماهر. الإسماعيلي النهارده بيلعب مباراة جديدة بعد عودة من توقف. لعب في كأس الرابطة وكان أداء مش كويس، لكن النهارده بيرجع قدام كتيبة سيراميكا كليوباترا وكتيبة كابتن رمادي. بيقدر ان هو يفوز بنتيجة 2-1 في الإسماعيلية بقيادة كابتن إيهاب جلال وبقيادة عبد الرحمن مجدي وبقيادة كتيبة الإسماعيلي النهارده يقدر ان هو يفوز فوز جديد في الدوري لكي يعزز من رصيده. ألف مليون مبروك للإسماعيلي. مباراة مهمة جدا وفوز مهم جدا على خصم مهم جدا سيراميكا كليوباترا، اللي الفترة الأخرانية برضو مادية كويس. سيراميكا كليوباترا وصلت نهائي الرابطة بأداء كويس برضو، لكن امام ايهاب جلال كلمة اشادة. الراجل ده جاي فعلا، الراجل ده فعلا راجل محترم جدا على فكرة، وعلى مستوى عالي جدا وفي حتة عالية جدا ويعني بكل صراحة الراجل ده عالمي يعني. ف ربنا يوفقك مع الاسماعيلي وبإذن الله خير، ويا رب يوفق الاسماعيلي دايما فرقة القمة وفرقة البطولات. يعني طول عمر الواحد بيشوف الاسماعيلي في القمة وفي في الحتة العالية. فبجد ربنا يوفق الاسماعيلي. الاسماعيلي معودنا دايما ان هو لو وقع يقوم على طول، عمره ما يطول في الوقعة طولت شوية اسماعيلي، لكن خير بإذن الله واللي جاي أفضل بإذن الله. ومحدش هيقوم بالإسماعيلي ولا هيوقف بالإسماعيلي إلا ولاده. نشوف قطاع الناشئين، نشوف ولاد النادي، ونعلى بالنادي بإذن الرحمن. نركز مع الإسماعيلي عشان الإسماعيلي خير وراجع أقوى من الأول بإذن الله. ده كانت الجزئية الأولى في الحلقة. نروح للجزئية التانية وناصر ماهر. الزمالك بيتعاقد مع 10 صفقات، هنتكلم دول في حلقة مفصلة، وهنتكلم عن كل صفقة واللعب بتاعه والمميزات، وهنتكلم عن كمان مدرب جوميز اللي جديد، وهنتكلم عن الكلام ده كله. على فكرة يا جماعة ان شاء الله يوم الاثنين الجاي الاسماعيلي هيلاعب الزمالك في اطار الدوري المصري، فان شاء الله نعمل حلقة تحليل بقى شاملة للماتش ده بإذن الله. نتكلم بقى بكل صراحة. ناصر ماهر طلع من كام يوم على قناة مشهورة مع مذيع مشهور من غير ما نذكر اساميهم، انتوا اكيد سمعتوا الموضوع ده يعني. ناصر ماهر وانا كلمتين يعني. اول كلمة لناصر ماهر وكلمة للناس اللي بتجيب سيرة ناصر ماهر. اول حاجة كلمة للناس اللي بتجيب سيرة ناصر ماهر: يا جماعة الراجل حر، الراجل يقول اللي هو عايزه، يعني انا مش هحاسبك، انت حر، وهو كده لا هيزيد ولا هينقص من كلام الناس. الراجل مركز مع مستقبله، الراجل يعني أدرى بحاله، وهو أدرى بالكلام اللي بيقوله. فهو الراجل يعني محدش يقدر ليه يحاسبه طالما الراجل ما بيجيب سيرة حد. الراجل بيتكلم بكل وضوح وكل شفافية وكل صراحة ان هو فرحان ان جه الزمالك، وان كلام كتير يعني، وبيتكلم عن النادي السابق وبيتكلم عن شوية حاجات، لكن في الاول وفي الاخر الراجل دماغه كده، الراجل عايز يقول الكلمتين دول، فكل التحية والتقدير ليه يعني. اما كلمة ليه هو: ما تتأثرش بكلام حد، قول اللي انت عايزه، الموضوع مفتوح وكده كده يعني، موضوع عادي. وفي نفس الوقت لو حاجة انت حاسس ان هي ممكن هتعمل لغط ولا حاجة وجع دماغ، ريح نفسك وخلاص، لان الناس بتمسك على كل كلمة، والناس ما بتصدق تمسك اي غلطات لكل حد. ربنا يوفقك يا ناصر بإذن الله. ناصر ماهر يفجر الدنيا ويعمل أداء عالي جدا في الفترة الجاية. مش هطول عليكم، لكن فيديو كده ساعة السريع، وبإذن الله اللي جاي أفضل بإذن الرحمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى لقاءكم في فلسطين، ومع السلامة. صلوا على النبي.